اخبار الزمالك جايين نتكلم النهارده على اخبار الزمالك وعن الصفقه الاهم في يناير الجاي. هو حامد حمدان اللي الزمالك بقاله 6 شهور بيتكلم على صفقه حامد حمدان. هل هيجي الزمالك؟ هل لو راح لفريق تاني هل ملزم بتروجيت ان تدفع لنادي الزمالك فلوس؟ عشان في كلام بيننا وبين بعض على الايميل ان هو الاولويه لنادي الزمالك وان يجي لنادي الزمالك. هل فعلا اللاعب رغبته الاولى انه يلعب للزمالك ولا هو رغبته يلعب في الاهلي؟ بالذات ان اللاعب جاي له كذا عرض في كذا مكان. يعني الاخبار اللي طالعه برضه ان بتروجيت غير ملزم ببيع حامد حمدان لنادي الزمالك، ولو باعه لاي فريق مفيش اي عقوبه هتيجي على بتروجيت، ومفيش حاجه موقعه من بتروجيت تقول ان اللاعب في يناير في الزمالك. الكلام كان اتفاق شفوي بين الزمالك وبتروجيت ان اللاعب ينتقل الى نادي الزمالك في يناير الجاي، وان اللاعب كان ساعتها الحاجه الوحيده اللي قدامه والنادي الوحيد اللي قدامه وعاوزه هو كان نادي الزمالك. اللاعب بعد تألقه في كأس العرب والمستوى اللي قدمه في كأس العرب مع منتخب فلسطين جاي له كذا عرض، جاي له العرض بتاع الاهلي اللي هو الاهلي بيفكر اصلا في اللاعب، والمدرب مقتنع بيه، مدرب النادي الاهلي مقتنع بحامد حمدان. حالة عدم تجديد ديانج للنادي الاهلي هيكون حامد حمدان هو اللاعب الوحيد اللي قدامهم، لاعب نص بالمواصفات اللي هم عاوزين. برضو جاي له عرض بمبلغ كبير من بودروجيت 50 مليون. كل ده احنا بنتكلم في حالة ان الزمالك فك القيد اصلا. الزمالك ممكن ما يعرفش يفك القيد، ده حاجة كمان. وبرضه جاي له عرض من السواحل الليبي ب 2 مليون دولار، وجاي له عرض من بتروجيت داخل مصر ب 50 مليون. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده والزمالك اصلا لسه ما فكش القيد ولا اي حاجة. فاللاعب من حق نادي الزمالك او مش من حق نادي الزمالك، بتروجيت بتقول لك ان الاولويه للاعب، اللاعب هو اللي هيختار هيلعب في الاهلي هيلعب في الزمالك هيلعب في بتروجيت هيلعب بره. فاللاعب هو اللي هيختار. هل في اتفاق بين الزمالك؟ هل اللاعب عاوز اصلا يجي الزمالك؟ ده احنا مش عارفينها الوقت. بعد كل الاخبار اللي طالعه دي احنا ما عادش عارفين اللاعب الاولويه ليه عاوز يلعب في نادي مين. بتروجيت نفسها اصلا يعني دي مجلس احنا عارفينه اهلاوي من اول احمد رضا، وان هم مش عاوزين يبيعوا لك اللاعب، فهم اصلا اهلاويه فعاوزين يروحوا الاهلي، فاحنا مش عارفين. دي من اهم الصفقات بتاعت الزمالك لغايه الوقت. هنتكلم برضك على القيد وان الزمالك هيفك القيد ولا لا. الزمالك عنده 7 قواضي منع فك القيد. هل الزمالك فيه فلوس الوقت انه يدفع القيد دوت ولا مش معاه فلوس اصلا؟ احنا مش عارفين. الزمالك كل الاخبار اللي كانت طالعه الاول يعني من شهر كده، حتى مع مشكلة بتاعة أرض أكتوبر، إن الزمالك هيفك القيد، إن الزمالك هيجيب صفقات في يناير، إن الزمالك هيحافظ على اللعيبة اللي عنده. هل دوت لسه مستمر في الزمالك الوقت؟ هل الزمالك قادر فعلا إنه يدفع فلوس وإن هو يفك القيد ويجيب لعيبه جديده؟ واحد زي حامد حمدان انت بتجري عليه بقالك 6 شهور، هل انت هتفك القيد وهتعرف تجيبه ولا مش هتعرف تجيبه؟ كل الاخبار اللي كانت طالعه ان انت هتفك القيد، والوقت مش واضح اي حاجه في نادي الزمالك. الزمالك كل يوم بيجي عليه قفل القيد. النهارده الزمالك سمع خبر قفل القيد للمره السابعه في القضيه السابعه ليه، بسبب ان النادي البرتغالي اللي احنا شايرين منه شيكو بنزا ل 200 الف دولار الزمالك لغايه الوقت مش عارف يدفعهم، فالزمالك جه عليه قفل قيد كمان. الاخبار اللي طالعه برضك من جوه داخل نادي الزمالك ان الزمالك عاوز يدفع جزء من مستحقات اللاعيبه المصريه اللي بتلعب في النادي. الاخبار اللي طالعه من جوه نادي الزمالك ان الزمالك عاوز يرجع معالي تاني لنادي الزمالك ومصدق لنادي الزمالك، وبيحاولوا معاهم هما الاتنين ان هما يتراجعوا عن فسخ تعاقدهم وانه يرجعوا يلعبوا تاني في نادي الزمالك. واحد زي مصدق دوت كن في ايدينا اصلا اللي احنا نبيعه مع كاس العالم اللي فات بتاع الانديه، ونبيعه للمغرب وفي المغرب للوداد، وكنا خلصنا منه يا عم وجبنا منه شويه فلوس على الاقل وخلصنا من الراتب بتاعه. اللاعب فسخ تعاقده والعقد بتاعه كله ب 800 الف دولار، لو كنت دفعتهم ورحت بعته بمليون ولا كنت دفعت ال 800 ولا خسرت جنيه. بس انتم دماغكم مش موجود، الاداره دماغها مش موجوده، دماغها اصلا مش معانا. هي الاداره اصلا معانا، حسين لبيب مش موجود على الخريطه اصلا، تختفى يا اخي وربنا اختفى. انت فين يا ابني؟ انا نفسي تظهر كده واحده يعني
تفاجئنا كده تظهر ولا حاجه تطلع تتكلم بعد اللي بيحصل في نادي الزمالك والمصايب اللي بتحصل في نادي الزمالك. الله يعني اقول ايه، بس والله العظيم انا ما شفتش اللي بيحصل في نادي الزمالك دوت من يعني من ساعه ما اتولدت. الزمالك عايش طول عمره في مشاكل، بس اللي بشوفه الايام دي ما شفتهوش في حياتي. ففي الوقت محاولات لرجوع مصدق مرة أخرى لنادي الزمالك، معالي نفس الحكاية، وبالذات إن اتحاد طنجة مهتمة باللاعب وتقول لك لو اللاعب رجع لنادي الزمالك وعاوز يجي يلعب تاني في المغرب هيكون حاجة حلوة أوي 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 أوي، بالذات إن اللاعب دي كان موهبة، وكل الأخبار اللي كانت طالعة بيقول لك دي من اللعيبة الموهبة، وكان أصلا لاعب أساسي مع المنتخب المغربي وبيلعب في الفريق بالشباب بتاع المنتخب المغربي، وبسبب عدم لعبه في نادي الزمالك الواد ما راحش مع المنتخب المغربي كاس العالم. يعني انت بتموت اللعيبه عندك، كل موهبه بتخش نادي الزمالك بتموت، ما تفهمش ليه. مفيش مدرب بيعرف يطور لاعب، مفيش منظومه، مفيش اصلا كوره في الزمالك، والله العظيم ما في كوره. فالزمالك بيفكر الوقت في رجوع مصدق ومعالي لنادي الزمالك مره اخرى، وان الموضوع ده مضايق الاداره جدا ان هم فسخوا تعاقدهم من طرف واحد. خروج احمد حمدي في يناير القادم من نادي الزمالك، المشاده كان في مشاده من يومين كده بين احمد حمدي والكابتن احمد عبد الرؤوف في التدريبات، والمشاده دي كبرت لدرجه ان اللاعب اتطرد واتطلب منه انه يتدرب منفردا. بيلعب الوقت هو بيتدرب لوحده في 100 عقبه، واللعيبه والمدرب بيتدربوا في الكليه الحربيه. فمعنى الكلام ده ان المشاده كبير، وان اللاعب عقده بيخلص بنهايه الموسم ده ومن حقه يوقع على اي نادي في يناير، وان بتروجيت مهتمه باللاعب، واللاعب احتمال كبير يخلص مع بيراميدز، قصدي بيراميدز، واللاعب احتمال كبير يخلص مع بيراميدز في يناير الجاي، والاقرب لغايه الوقت رحيل اللاعب عن نادي الزمالك. وجهه نظر انا ان اللاعب كان مهم، واللاعب في نص الملعب بيعرف يمسك كوره، بيعرف يطلعك تحت ضغط، واللاعب انت كنت جايبه عامل عليه امال كبيره لولا الاصابه. اللاعب جاب لك بطوله كبيره زي الكونفدراليه وقدر يجيب جول، حاول تخلصه معاه. انت السبب، والاداره هي السبب اللي بيحصل في النادي، وان اللعيبه يعني عاوزه تسيب النادي. انت كان في خبر نزل على القاهرة 24 من فترة ان نادي الزمالك بيأجل التجديد لأحمد حمدي ومش عاوزين تقعدوا معاه. ماشي، انت الإدارة برضو طلعت بخبر ان هم طلبوا منه انه يأجل الزواج وانه يكمل ويركز مع الفريق، ولكن لاعب رفض وكان عاوز يتجوز. انا معاك في كل ده. فالكلام اللي طالع والمشاده اللي حصل بينه وبين المدرب بيقول لك ان اللاعب اقرب للرحيل، اقرب من ان هو يستمر مع نادي الزمالك، وهو لاعب كبير وانا شايف والله الزمالك ممكن يستفاد بيه. طبعا لسه في حوار برضو بتاع عواد في نادي الزمالك، هل هيرحل عن نادي الزمالك؟ هل اداره نادي الزمالك شايفه ان عواد الزمالك مش مستفيد به، ان هو الحارس الاساسي بتاع نادي الزمالك؟ كل الاخبار اللي طالعه من جوه نادي الزمالك ان عواد يريد البقاء في نادي الزمالك، لكن اداره نادي الزمالك هي اللي شايفه ان عواد ملهوش لازمه في الفريق، وانه يكفي جوه نادي الزمالك وجود صبحي ووجود مهدي معاه احتياطي، وان عواد نستفيد منه ماليا. وبالذات في الازمه الموجوده في نادي الزمالك دلوقتي، ان الاداره ما بتفكرش الا في حاجه واحده، ازاي تلم فلوس، ازاي تجيب مستحقات اللعيبه. فشايفين ان هو بيع عواد ده هيدخل دخل حلو، هيقدروا يصرفوا شويه، هيجيب مبلغ ينفع يعني يمشي الدنيا، ولكن لاعب رافض تماما تماما تماما. وجهة نظري ان اهم حارس موجود جوه نادي الزمالك هو عواد. الصبح دي والله العظيم شوربه كبيره، شوربه بتاعت فراخ اخره كده. لاعب ما بيعرفش يقف جون في الماتشات الكبيره، مهزوز بيطلع يمسك الهوا. عواد في جميع الماتشات الكبيره متواجد، راجل جوه الملعب بيعمل اللي عليه، بيقاتل في سبيل الزمالك، من اسباب نادي الزمالك وفوز نادي الزمالك في الفتره الاخيره. فانت تخيل كل ده وعاوز تبيعه. الراجل ده مبوظ النادي خالص، وربنا